ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنتكلم على موضوع مهم اسمه الالتهابات الصديدية لمفصل الورك الصناعي. يعني حصل التهابات صديدية بعد ما تركب المفصل الصناعي، بنفكر فيه ازاي. الموضوع دوت هنقول الكلام اللي يخص حضراتكم فيه، يعني ايه التدابير المنزلية او ازاي نحاول نمنع الكلام ده. اولا المشكلة دي بتمثل حوالي 0.5%، يعني تقريبا عيان من كل 200 عيان. مفيش اسباب ان يحصل الالتهاب الصديدي ده، بس في عوامل مساعدة مهمة جدا. طبعا نوع المفصل من شركات عن شركات، يعني الاسترخاص في موضوع المفاصل ده مبقاش فيه هزار. والنقطة التانية المحافظة. وهنعرف الكلام ده ازاي. انا الدكتور احمد العطار، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. اول حاجة كده، احنا قلنا مفيش اسباب واضحة، بس في عوامل مساعدة اللي تخص حضراتكم. من العوامل المساعدة السكر. مستحيل السكر ما يبقاش متظبط قبل ما تعمل مفصل من الاول، ومستحيل السكر ما يبقاش متظبط بعد ما تركب المفصل. مستحيل، يعني الكلام ده ما ينفعش نهائي. برضو الأكل زي الأول، الأدوية تتاخد جرعة أو جرعة لأ أو حاجة يعني. التدخين من العوامل المساعدة لأنه بيضعف يعني يعني أيام زمان كنا بنقول على الأقل قلل. الكلام دوت اتلغى. لازم توقف التدخين. مفيش فيها عشان يبقى على الأقل عملنا اللي علينا. طبعا الوزن الزايد، الدهون عموما، كل امراض المناعة، المشاكل اللي هي ليها علاقة بالكلى والحاجات اللي زي كده، الالتهابات الروماتيزمية، بالذات الناس اللي ماشية على الكورتيزون. بنغير، بيبقى ليها الجوريزم معين حضرتك بتتبعه مع الطبيب، ما ينفعش نفرط فيه. بنمشي بطريقة معينة. الحاجات دي الحاجات اللي تخص حضرتك. طيب بالنسبة لأنواع الالتهابات، الالتهابات ديت نوعين. يا إما يبقى حاد، يعني بعد العملية على طول، في أول 3 أسابيع، فما ينفعش حضرتك تردم عليه أو تتأخر في الزيارة، لأن طريقة علاجه مختلفة تماما على المزمن. هتعرف الفرق دلوقتي. أو الجرح لم والأمور كويسة والدنيا 2 3 وفجأة حاد، خلعت ضرس من غير ما تعمل الحاجات الوقائية، حصل التهاب قوي في الصدر وما خدتلوش العلاج. حاجة بؤرة صديدية أو مثلا التهاب في المثانة، بؤرة صديدية قوية لطت المفصل، فعمل التهاب مزمن، التهاب حاد دموي. برضو حضرتك لما بتيجي تردم عليه بشكل او باخر، او تستحمل، او تحاول اي مضاد حيوي ماشي في الصيدلية بنشتري، ناخد العلاج، اتقلب لمزمن، بقت علاجه هتشوف الفرق ما بين الاتنين بيبقى ماشي ازاي. اول مزمن اللي هو اي شكل من اشكال الالتهابات اللي تم الردم عليها، او اه اتنسى، ما تشافش، عدى عليه شهور وسنين، خلاص اتقلب، وهنشوف الفرق ما بين الاعراض لمزمن. طيب الطبيعة عموما بتاعت الالتهابات ديت وطبيعة الاعراض بتعتمد على قوة الميكروب. كل ما الميكروب يقوى، كل ما تبقى الاعراض واثاره الجانبية اعلى. طيب ايه الاعراض عادة؟ يعني عادة لما احنا بنحلل المريض ده وناخد احنا طبعا معظم كلامنا هيبقى على المزمن اللي بيبقى محتاج شغل. التاريخ المرضي لما بتيجي تتكلم مع العيان بيقول لك انه لما عمل العملية قعد على المضاد الحيوي فترات طويلة، الجرح قعد ينز فترات طويلة. فده معنى كده ان هو الامور ما كانتش ماشية تمام.
احنا بنتكلم خلي بالكم على العيان، يعني احنا بنحاول اقول لحضراتكم ازاي تمنعوا الموضوع دوت. اولا انك بتحافظ على نفسك، تحافظ على الصحة العامة، القدرة على التغذية، النوم الكويس، الاكل الكويس، الكلام ده كله مهم جدا. تظبيط السكر والبعد عن التدخين. وكمان لو حصل اعراض ما تردمش عليها. طب لو ردمنا، الجرح طول، المضادات الحيوية ما جابتش نتيجة، آه، قعدت فترة طويلة قوي ياخد المضادات الحيوية، الجزء الحاد يا اما بيبتدي زي ما قلنا قبل كده بعد العملية مباشرة، اللي هو الجزء بتاع ال3 اسابيع مثلا الجرح بينز رايح جاي على المفصل زي الفل، بس الجرح لسه عمال ينز. او الجرح قفل وكل حاجة تمام، وفجأة ظهر الألم، او فجأة القدرة على الحركة قلت. يبقى في حاجة حادة حصلت دلوقتي. واحد من ضمن اهم الاسباب اللي احنا بنبقى محتاجين ان احنا نعمل لها استبعاد، اللي هو التلوث الصديدي او المزمن ده ألم من ساعة لما طلع من العملية. في ألم، الحركة كويسة، الدنيا كويسة، بس في ألم. والجرح ما بيقفلش، الامور مش عمال ينز فترات طويلة. الألم يا جماعة بتاع الصديد عموما، مش بتاع بس مفصل الحوض، بيبقى ليه شكل كده معين. أولا ضربات، بيقولك بينبض وبيزيد في فترات الليل، يعني الصبح حاجة وبالليل حاجة تانية خالص. بالليل بيبقى الضرب طبعا غير الأعراض اللي هي لها علاقة بالسخونية، النفس أنا مش عارف آكل، الوزن عمال يقل. ده شكل الألم الصديدي. فلما بيبقى في حاجة من الحاجات ديت بيبقى احنا ماشيين ناحية. طيب الأعراض اللي احنا اتكلمنا عليها كلها، سواء كان الألم أو التأثير على الوظيفة، تاني مرتبطة بقوة الميكروب اللي موجود. طبعا احنا لما بيجي لنا المريض اللي هو المزمن اللي بالشكل دوت، بيبقى مهم جدا عندنا ان احنا نشوف شكل الجلد، طول الجرح، اذا كان في فرق ما بين طول الطرفين السفليين، الماشية بتاعته، لان العضلات اللي هي بترفع الحوض دي عضلات مهمة جدا. يعني يمكن اهم وظيفة ليها ان المفصل ما يخلعش. فلازم نتأكد انها شغالة. الاشعاعات المطلوبة الاشعة اللي هي العادية، عادة بنعمل الاشعة العادية. احنا بنتكلم دلوقتي على الالتهاب الصديدي كسبب من اسباب الالام بعد تركيب المفصل. الاشعة العادية بنشوف اذا كان في تزحزح في الصديد نفسه. يا جماعة بياكل العظم بشكل معين، لما بنشوفه بنتوقع ان في التهاب صديدي، لان في خلخلة في المفصل بتحصل نتيجة التهاب غير صديدي اللي احنا بنتكلم عليه الصديد. طيب المهم جدا التحاليل، اهم تحليل اذا ما كانش الوحيد هو سرعة الترسيب والCRP. عادة لو الرقم بتاع ال30 في الESR والCRP 10، عادة ده التهاب. وعادة لو موجود اصلا قبل العملية بنأجل العملية. يعني لازم دي من ضمن الحاجات اللي حضرتك تخلي بالك منها، ان الESR والCRP دلائل الالتهابات مهمة جدا جدا في البند بتاع المفاصل، عشان لو عاليين بنعالجهم الاول، بنشوف السبب اللي معليهم. ممكن يكون في اي تجمع ميكروبي في الجسم، مثلا ضرس مسوس، مثلا مشكلة في البول، التهابات في البول، مثلا التهابات في الرئة. فالحاجات دي تتعالج الاول، ما ينفعش تبقى عالية وبرضه نركب مفصل من الاول. احنا بنتكلم من الاول نمنع الكلام ده ازاي. كرات الدم البيضاء ما بتفرقش كتير معانا، وبعد شوية هنبقى نتكلم عن شوية حاجات تانية كده، بس شوية كده. طيب برضو من ضمن الحاجات المهمة للطبيب، هو انا عندي ألم في رجليا، مهم انك تتأكد ان الألم دوت جاي من المفصل، لان الظهر بيسمع في الرجل، والأوعية بتسمع في الرجل، والجراحة العامة كمثلا زي الفتاء، دولت اشهر حاجات.
الموضوع مش على قد الكلام ده. فبيبقى دور الطبيب انه يتأكد، عشان لو اضطرينا نعمل عملية تانية اللي هي عملية إعادة، يبقى فعلا العيان هيستفيد منها، ما يبقاش بسبب مثلا ظهره او الفتق القربي اللي موجود هو اللي عامل له الألم، اللي موقف له الحتة كلها. طيب ايه بقى بالنسبة للعلاج؟ اهم حاجة ان حضرتك تحافظ. قلنا النصيحة الأولانية إن لو في عندنا أي ميكروب أصلا قبل ما نركب المفصل من الأول نعالج الكلام ده، مش نركب المفصل عشان أعرف أتحرك وأبقى أروح أعالج. مفيش حاجة اسمها كده. ما هو الميكروب ده مش هيستنى، هيركب على المفصل وحضرتك رايح تعالجه. واللي بيركب على المفصل ده يا جماعة بيكون حاجة اسمها بايوفيلم. مفيش بايوفيلم ده زي غشاء كده بيتحط على الميكروب، بحيث ان المضاد الحيوي الدمويه ما بتوصلوش، فما بيموتش ولا بيتاثر بالكلام ده. هيبقى حله ايه؟ زي ما هتشوف هنشيله ونركب غيره. فيبقى من الاول حضرتك تبعد عن الشر وتغنيله. مشاكل السنان، مشاكل السكر، مشاكل كل الكلام دوت يتوقف الاول قبل ما نركب. طب ركبنا احنا بقى المفصل، اهتم بتظبيط السكر والاكل بتاعك، هنبعد تاني وتالت عن التدخين، هناخد المضادات الحيوية في ميعادها، بحيث انه نمشي على التعليمات بقى اللي الطبيب هيقولها لك على حسب حالة، كل حالة لو الالتهاب من النوع الحاد، عشان تبقى عارف، عشان تبقى فاهم، بناخد مزرعة من الجرح، لو بيطلع بنعمل مزرعة للدم نفسه، نشوف الميكروب ونديله المضاد الحيوي المناسب ليه، ونتابع الأعراض بدقة. لأن أنت في أول 3 أسابيع المضادات الحيوية ممكن تجيب اللي هي بتاعت مش أي مضاد حيوي على الرف، مفيش حاجة اسمها كده. ده المضاد الحيوي ليه دكاترة لوحدها هما اللي بيدوه، يعني مش على قد دكتور العظام اللي بياخد المزرعة، وكمان في ريجيمن وبروتوكول علم لوحده اسمه مختص بالكلام دوت. بنبعت احنا للدكاترة زمايلنا عشان هم يقولوا لنا البروتوكول. فحضرتك تروح للصيدلي عشان تاخد دواء مضاد، صعب قوي يا جماعة الكلام ده. المفصل ده غالي، واللي اغلى منه صحة حضرتك، ما ينفعش. طيب بتجيب نتيجة في السطحي لما بنديها في ميعاد. ولو حسينا انه مرخم وبرضه لسه الافرازات وابتدت تبقى ازيد وفي اعراض كده، العيان مش مبسوط، بنفتح وبننظف وبنغير البلاستيكية. سهل جدا. يبقى شوف تكوين المفصل بتاع الحوض، المحاضرة بتاعته قلنا فيه حق، والحق دوت بيركب عليه بلاستيكية، وبعد كده الكورة، وبعد كده دوت الجذع. البلاستيكية ديت اكتر واحدة في اول 3 اسابيع. الدراسات اثبتت ان احنا لما بنشيلها وبننظف الامور بتبقى كويسة. ولو ان معظم الحالات بتخف اصلا بالمضادات الحيوية، بس لما بتتاخد صح بالبروتوكولات بتاعتها. هتعرف بعد شوية ان المضادات الحيوية ديت احنا ممكن نمشي على وريد 6 اسابيع لو اخدنا القرار والامور ماشية كويس. طبعا الكلام ده في المزمن اكتر. في المزمن بقى الكلام بيختلف، ما بقاش ليها دور. مضاد حيوي يتكون حاجة اسمها، قلنا الغشاء اللي بيغطي، ما بقاش ليها دور، هتدنها تنس. فالحاجة الوحيدة اللي بتخلي ليها دور عشان تمنع ان الميكروب اللي متغطي يوصل للدم، ان العيان هو اللي مش عايز خلاص يعمل حاجة. انا حرمت من المفاصل ومش مع ان غالبا ده نتيجة عدم الاهتمام بشكل كبير. كل ما العملية بتكبر كل ما بيبقى درجة الاهتمام مهمة اكبر. طيب ايه بقى العلاج الجراحي؟ بالنسبة لنا احنا ما بنعملش الا المرحلتين، يعني ما بننضفش ونشيل ونحط المفصل الجديد، ما بيتمش الكلام ده. دي مدرسة من المدارس، يعني ده موجود. بالنسبة لنا احنا بنعمل على مرحلتين. المرحلة الاولى ان احنا بنشيل وننضف ونحط مفصل اخر عبارة عن اسمنت وبيطلع مضاد حيوي طول الوقت. الفترة ديت بتقعد على الاقل 3 شهور.
يعني احنا بنحط مفصل بحيث ان العيان يقعد فترة الثلاث شهور دوت من غير المفصل القديم ده بنرميه، ونحط مفصل جديد. المفصل دوت بيبقى اسمه مفصل مؤقت، بنسميه سبيسر. في مضادات حيوية نوعين او ثلاثة من المضادات الحيوية تقعد تنز في الجرح بتاعك لغاية لما الدنيا تستقر، ونتابع غالبا شهريا بال دلائل الالتهابات اللي هو الاي اس ار والسي ار بي. ولما بينتهي عند 3 شهور بيبقى النتيجة ان شاء الله سلبية، بنستنى اسبوعين، انا بستنى اسبوعين من غير مضاد حيوي كمان، ونعيد الاي اس ار والسي ار بي، ونتابع الكلينيكال بتاعه او الحالة الصحية بتاعته. الامور كويسة ساعتها اقدر اركب المفصل. الامور مش كويسة هنستنى تاني. احنا ممكن كمان لو العكس بقى، نيجي بعد ال3 شهور ونلاقي برضو الحاجات عالية قوي والعيان تعبان، بنفتح وننضف تاني. ما انت لو حطيت مضاد حيوي تاني، ما حطيت المفصل تاني هيلقط نفس الموضوع، فبتستنى وتنضف تاني، ما تحطش الاساسي، لان فرق التكلفة رهيب ما بين المفصل الاساسي والمفصل المؤقت. ده مؤقت هدفه انه يسيب الانسجة مشدودة، ما احنا لو شلنا المفصل كله هيتطبق في بعضه ويكرمش، فاحنا بنسيبه بحيث ان تبقى الانسجة بتاعتك مشدودة، ويطلع مضاد حيوي في نفس الوقت من جوه. طيب، وبياخد كمان، بنقسم الفترة نصين، 6 اسابيع بالوريد و6 اسابيع بالبق مضاد حيوي بناء على المزرعة. وزي ما قلنا احنا بنوقف المضاد الحيوي لمدة اسبوعين بعد ما بنخلص ال3 شهور، وبنشوف الوضع ايه. لو لسه ما حصلش اي التهابات يبقى معنى كده خلاص الجسم بقى نضيف، نقدر بقى نحط المفصل. اللي بعد ما بنركب اللي هو الاستيج الاولاني اللي هو المرحلة الاولى، العيان عادة بيحط رجليه على الارض، بس ما بيحملش قوي، بيحط عكاز، لانه مفصل مش قوي، مش زي المفصل النهائي. المفصل النهائي بيحمل تقريبا من تاني يوم بعزمه، على قد ما هو قادر يستحمل من الألم، بس بيبقى ثابت، بيبقى حديدة. غالبا اول 6 اسابيع بيبقى يعني بيحط رجله على الارض، ال6 اسابيع التانيين بيبقى التحميلة بتوصل لغاية 50%، وبنتابع بالاشعات. لو الاشعات ما فيش المفصل المؤقت ده ما بيتحركش من مكانه، بنقول له حمل على قد ما بتقدر. يعني ده بيبقى شكل كده، بنحط اسمنت فوق. طبعا المفصل اللي احنا بنركبه اللي هو اللي هو السبيسر، يعني الشركة عاملة كوبي رايت، فما عرفتش احطه اللي احنا بنستخدمه، فاحنا حطينا حاجة قريبة منه. ده اللي بيبقى المؤقت لغاية، وده طويل الجذع اصلا. في مصر دلوقتي حاليا ما بقاش في موضوع طويل الجذع بالنسبة للسبيسر. نتائج العلاج الجراحي حقيقي على المرحلتين من 90 ل 93%. مفيش داعي ان انا ارسك بموضوع اللي هو ستيج واحد، لان في آه، يعني 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 ممكن توصل ل 73% النتائج. فطبعا الفرق كبير قوي، وهو العيان بيبقى في اللي مكفيه. امد واطول العملية وادخله مرتين العمليات بفرق 4 شهور، احسن من ان احنا نشيل الاساسي تاني ويبقى ريفيجن تالت مرة. حاجة صعبة قوي. ربنا يعافينا كلنا يا جماعة. نطلع من المحاضرة دولت بشوية حاجات بسيطة قوي. حضرتك لو هتركب المفصل، حضرتك محتاج تتبع التعليمات اللي قبل واللي بعد، ولازم تضمن ان مفيش فوكس، مفيش بؤرة صديدية. طيب، الالتزام بمواعيد المضادات الحيوية وعدم الردم على الأعراض واحد من أهم طرق النجاح في الموضوع. إن حضرتك تبقى ما هو أكيد اللي هيعمل لك المفصل، الطبيب اللي هيعمل لك المفصل
هيعمله في مكان المفصل متعقم والمستشفى متعقمة وأكيد هو اتعقم. ففي جزء، في جزء دوت ضخم جدا على حضرتك قبل وبعد الجراحة. محتاج تظبط المواضيع دي عشان لما المستشفى تعقم والمفصل يتعقم والدكتور يتعقم وحضرتك تظبط نفسك قبل وبعد، والصحة العامة تبقى معقولة ويحصل الالتهاب، ساعتها يبقى دوت من عند ربنا، هو بقى اللي يعافينا ان شاء الله. اما لما يبقى الاهمال موجود، ده غالبا يعني هتبقى الدنيا مش كويسة. انا عارف المحاضرة شوية دمها تقيل، بس انا حبيت افهم حضراتكم بنفكر ازاي في الموضوع دوت وحضراتكم تفكروا فيها ازاي، وانقلكم على ارض الواقع بحيث تبقوا فاهمين وتعرفوا تاخدوا القرارات صح. صحة حضراتكم تهمنا. السلام عليكم.